فنشوفوا النهائي اللي معانا طلعت ضد هريسة الحلبي، الاتنين من اقدم محلات الهريسة في اسكندرية. طبعا هريسة الحلبي من 1909 ومعانا طلعت من 1960. فنشوف بقى ايه صراع العمالقة ده. معانا طلعت وهريسة الحلبي. طبعا الحلقة دي الانسولين ضرب في السما، ضرب جدا يعني. في الحلقة دي انسولين سكر اوفر. فمن وجهة نظري طلعت اديله 10 من 11، وهريسة الحلبي هياخد 9 من 11. فنعلن فوز حلواني طلعت بالدوري ابطال الهريسة احسن هريسة. هو بس يعني لو الهريسة تبقى طرية هيبقى خطير جدا جدا. طعم السمنة جميل جدا، ريحتها كويسة، مكوناتها كويسة، بس تطرى سنة هتبقى جامدة. هريسة الحلبي حلو والستايل بتاعه كويس جدا، اللي دي نوع مميز مفيش حد بيعمله في مصر. بس دي اذواق، في ناس بتميل للهريسه الحلبي وفي ناس لا. انا بالنسبه لي مش اولوياتي تبقى هريسه الحلبي، اميل للهريسه العاديه عن الهريسه الحلبيه. تقريبا دي بالطريقه الحلبيه او الشاميه، فاميل العاديه اكتر. فترتيب موجه عام: طلعت فاز المركز الاول، الحلبي الثاني، الثالث هيبقى اولاد رزق، والرابع هيبقى ابراهيم الغفير، والخامس هيبقى احمد حسنين. فده ترتيب اللعبة. وترتيب الشخصي هيبقى برضو طلعت، الحلبي، أولاد رزق، إبراهيم الغفير، أحمد حسنين. فبس دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات، تابعني على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن. واشوفكم في حلقة جديدة، وأهم حاجة اعملوا سبسكرايب عشان القناة تكبر في أسرع وقت. اشوفكم في حلقة جديدة على سبراي فود ودوري أبطال الأكل. سلام.